انا اسمي ريهام عاطف، متجوزه في كفر الدوار في عزيز بحري، اسلام حلمي عباس عبد الباقي. ونزلت عشان نجري لاخوه ونكلم اخوه، راح مطلعني ليه تاني، وانا بنحتايل عليك يا عمرو يا حلمي ما تطلعني لعمرو تاني. قال لي بس اطلعي اطلعي بس مش هيعمل فيكي حاجه. وبعد ما طلعت اهو واهوت خيري فيها كسر. فين الموده وفين الرحمه اللي بيقولوا عليها؟ وفي الاخر لما نلجأ احنا للقواضي وللمحاكم يقولوا ما هو جيل فاسد، هو اللي مش عاوز يعيش، هو اللي مش عارف يحافظ على بيته. لا، احنا حافظنا على بيوتنا. الرجاله اللي مش عايزه تحافظ ولا عايزه تعيش ولا عندها موده ولا رحمه ولا عندهم دين من الاساس. بأنهي دين بيقولك تتهجم على مراتك وتعمل لها كده؟ انهي دين يا عمرو يا سيلفي اللي انا انزل واحتايل عليك واقول لك بص اخوك عمل لي ايه؟ يقول لي هو فين وشك ده وشك سليم ما فيهوش حاجه. وفي الاخر ما احنا لازم نجروا على القواضي وعلى المحاكم ونشغل تاني كده ينفع؟ يجرجرنا على المحاكم انا وابني في نصاص الليالي ويكروشني في الشارع بالعبايه اللي عليا، يكروشني يقول لي كويس اللي انا ما نزلتكيش بملايه، وشتايم لا تطاق. يرضى مين كده؟ وغير الجروح اللي في جسمي وخشبه ويكسر لي ظهري، يرضي مين كده؟ ما احنا لازم نجروا، ولازم ان الحكومه اساسا تجيب لنا في حقنا وتقف معانا في كل حاجه احنا بنعملوها. الصبح كنت منزله فيديو كنت بستغيث فيه، كنت قايله ان جوزي كان ضاربني وكان مبهدلني وضاربني تحت عيني ومعورني في وشي، كنت بستغيث فيه. ضربني بسبب ان هو كان عايز فلوس عشان يروح يجيب برشام ويجيب حشيش وانا مرضتش اديها له، مسكني ضربني عشان كده وزقني على السرير، اخر حته في السرير وقعت اتخبطت فيها. ضربني برجله بالاقلام وتلطيش، فضلت نصوت، قال لي لو صوتي هنكمل عليكي. اخدت ابني وجريت عند اخوه تحت، قلت له عمرو يا عمرو اخوك مسكني ضربني وبص وشي عامل فيا ازاي. قال لي انا هطلع له وهتصرف معاه وكده. راح قايل لي خلاص يا ريهام، عمرو قال لي خلاص يا ريهام اطلعي شقتك وهو مش هيمد ايده عليك. قلت له لا انا مش هنطلع، انا بعد اللي عمله فيا دوت انا ولا ينفع نرجع له ولا ينفع اعيش معاه خلاص. راح قايل لي بس ارجعي هو مش هيجي جنبك. قلت له لا يا عمرو استنيني قدام الباب لحد ما هنلم هدومي وهدوم ابني. راح قال لي لا انت مش هتمشي بهدوم. قلت له طب انا مش عايزه هدوم بس عايزه اغير لي الولد دوت. قال لي ولا انت ولا الولد. يا دوبك دخلت لميت حاجات لمحمد ونازله، راح زق عمرو وقفل الباب قال لي لا انت مش هتنزلي وانت مالكيش حاجه هنا اساسا. انا كنت بنستغيث بيك يا عمرو، كنت بقول لك الحقني وما تسيبنيش، كنت فاكرك زي اخويا، بس اللي انت طلعني من شقتك عشان تطلعني الاسلام فوق يلطش فيا ما كنتش متوقعاها منك، كنت متوقعه من مديك الامان. قلت لك استناني حد ما الم هدومي انا وابني، ما اعرفش اللي انت هتسيبني وتنزل، ما اعرفش تعمل كده، انا ما كنتش عارفه اللي انت هتعمل كده. لو كنت اعرف اللي انت هتعمل كده يا عمرو وهتطلعني الاسلام عشان يكمل عليا ويلطشني انا ما كنتش هعمل كده. لما عمرو نزل فضلت اصوت عشان عارفه ان الاسلام هيكمل عليا، اللي انا نزلت واتكلمت تحت الاخوه جرى ورايا في الشقه، كنت عامله نفسي صوابعه معلمه اهيت في وشي لدرجه ان هو كتم نفسي بمراخيري ببقي، انا ما كنتش قادره نتنفس. رحت مشاوره له كده اللي انا خلاص روحي بتطلع. قال لي انا هنشيل ايدي لو صوتي ولا عملتي اي حاجه هنكمل عليكي، وكان رافع عليا الماس. قلت له ماشي. فعلا شال ايده وبتاع، واخدت حاجتي وقعدت في الشارع انا وابني لحد النجده ما جت اخدتنا. وانا بشكر النجده اتواصلت معايا من رقم لرقم حد ما عرفوا مكاني وجم اخدوني، جم اتواصلوا معايا حتى قبل ما اهلي يجولي، يعني هم اقرب مني. النجده جت اخدتني قبل حتى اهلي ما يطلعوا من اسكندريه. وانا مش هعيب فيك ولا هنغلط فيك ولا اي حاجه، بس هقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اسلام، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل حد دخل بيتنا وكذب عليا وكذب على اهلي وقال لي انت ولا بتشرب سجاير ولا بتشرب حشيش ولا بتشرب اي حاجه من الكلام ده، انت بتاخد الحاجه وبتعرف نفسك بعديها ب10 دقايق بتتحول عليا، بتلطش فيا شويه وفي محمد شويه. بقول مش مهم، خلي المركب تمشي، خلي محمد يتربى في حضنك، بس توصل اللي انت تموتني وتشوه لي كده في وشي. انا لو كنت اعرف يا اسلام ان انا لو هتجوز وهيحصل لي كل دوت انا كنت موتت نفسي، ما كنتش عشت معاك ولا حتى كنت عايزه اليوم دوت يجي ولا اليوم اللي انا حتى نشوفك. وانت يا عمرو انا كنت بستنجد بيك، ربنا ما يسامحك عشان طلعتني الاسلام خناني وكان هيموتني،
وانت يا اسلام هنتقابل انا وانت، وساعتها هقف قدام ربنا اقول له انا مش مسامحاه على اللي هو عمله فيا، مش مسامحاه على فزعه ابني لما كان بيصوت ويقول له ماما يا بابا، ما تضربش ماما يا بابا ليه كده. انا عايزه نفهم كل دوت عشان تاخد الحاجه دي، تكسر لي مراخيري وتجيب عصايه وتضربني على ظهري، وصبعك اللي متعلم على وشي مكان ما كنت بتخنقني. افرض مت في ايدك، كنت هتطلع منها ولا كانوا هيقولوا فاقد الاهليه ويطلعوه؟ ايه الحل يعني؟ كنت هتعمل ايه؟ كنت هتطلع ازاي منها؟ بس انا عايزه نقولك اللي انا مش مسامحاك لحتى يوم الدين، ومستنيه ربنا حتى لو حقي ما جاش بالمحكمه وبالقانون. مش عايزه اي حاجه، كفايه ان ربنا معوضني بابني محمد، وكفايه حتى لما نروح له هو يعوضني باحسن اي حاجه في الدنيا. انت ظلمتني في الدنيا وظلمتني في عيشتي وظلمتني في بيتك، بس لنا ربي يا اسلام في الاخر، وهنقف انا وانت وهنتحاسب.